هتديله صباعك هياكل دراعك حرفيا. محور اغلب العلاقات في زماننا الاسود ده ان انت بس تدي اللي قدامك طرف خيط يكرك بعديها زي البقره، ياخد منك محلي وبزياده، مش هيقدر ان انت كويس معاه ويكون عنده دم كده، لا هيلحسك كلك. وهل من مزيد؟ تعالى بقى اتعب، قول لا والله كفايه انا كده مش قادر، سيب لي حبه في البقره، سيب لي عظمه من الكتف اللي انت كلته. يزعل ويجيب ناس تزعل، يقول لك لا احنا ما اتفقناش على كده. تلاقيه هو اللي اتحول في موضع هجوم، يقول لك انت ازاي تعمل كده؟ ازاي يعني؟ ازاي اسيب لك عظمه من كتفك اللي انا قرقشته؟ ازاي ما الحسكش كلك؟ هو انت مش بتاعي؟ ده حقي عندك يا جدع. وتبدا اسطوانه بقى، هو احنا مش اصحاب؟ هو احنا مش اخوات؟ هو انت مش مراتي؟ هو انت مش ابني؟ هو انت مش بنتي؟ كافه اشكال العلاقات لازم تلاقي فيها الشخص ده اللي بياخد ما بيديش، ومش بس ما بيديش، لا عايز المزيد دايما. وانت تعبت وقلت كفايه تبقى انت الوحش، انت اللي اناني بتاع مصلحتك، وفجأة تبقى السائق في رواية أحدهما. في الحالة دي لازم تقول له إيه؟ عليك وعلى أحدهما، قفلنا البير، سكرنا السبيل، انجوا بنفسكم من الأشخاص اللي زي دول. وكون وحش في روايتهم أحسن ما تكون أهبل ومنهك ومستغل في روايتك أنت.